دلوقتي انا سمعت ان 6 عائلات من هنا قرروا ان هم يعتصموا قدام الكنيسه ويتحولوا للدين المسيحي. ايوه. فانا عايزه اعرف ليه. واحد بس. عشان ظلم الحكومة. عشان ظلم الحكومة. ايه اللي حصل؟ الحكومة بتظلم عيالنا احنا مش صايعين. اسم حضرتك ايه الاول؟ انا اسمي توحيدة مصير حجاج. والدة عمرو سعد محمد حسنين ومحمد سعد محمد حسنين بيظلموا عيالي عندهم عربيتين 2 شغالين بيهم، فخشوا نزلوا يفتشوا العربيات، فتشوها ما فيش اي حاجه، رجعوا تاني يفتشوا العربيات فبيجروا ابني عايزين ياخدوه. بيفتشوا ليه؟ فيه بيقولوا فيها فرد، في عربيه سوزوكا هيتحط فيها فرد. ففتشوه، فتشوا العربيه ما لقوش اي حاجه، راحوا جايين اخواته البنات جايين من الكليات ولقوهم ماسكين اخوهم بيضربوه، بيقولوا لهم انتوا ماسكينه ليه؟ راحوا ماسكين البنات ضاربينه. الكلام ده امتى؟ الكلام ده كان يوم ايه يا بيه؟ 8/9 وعيالي طفشانين من البلد خالص، وانا جوزي متوفي ومعايا عيال في الكليات وهم اللي بيصرفوا عليه، هم كده مطفشين عيال. اعمل ايه؟ اروح اقعد لهم هناك انا والبنات هناك في قدام القسم. يعني ابنك دلوقتي في القسم؟ لا عيالي طفشانين ما اعرفش هم فين. عملوا لهم ضبط واحضار طفشوا. طفشانين الاثنين. ما قدمتوش شكاوي؟ ما عملتوش اي حاجه؟ هقدم شكاوي في مين؟ وبنروح استمرار ما بيرضاش يبعت اللي بتاعت التلغرافات، ما بيرضاش بيتصل بيهم. واخدين ولاد سيلفي الاثنين. مين؟ ياسر رجب محمد ابراهيم وعلاء رجب محمد ابراهيم. بيشتغلوا ايه؟ كبابجي. اخدوهم ليه من قلب الدكان. اللي كان ماسك فتره الصبح دي ياسر رجب، رايح لقى البنات دول بيتخانقوا عشان اخوهم، قال لهم بس يلا قالوا له طب تعالى انت معانا عشان نخلص اركب انت ويانا. مين بقى اللي قال له كده؟ ابو العزم، محمد ابو العزم واحمد ضياء. المباحث؟ احمد وقال له تعالى بس معانا عشان نخلص الموضوع ده. راح بصفيونيه، راح رايح عامل له مقاومه سلطات وضرب ظباط واتبلى عليه. الثاني بيسهر هو الفجر نايم وقايم الساعه 10 رايح، لقاهم خدوه برضه خدوا من عند حمام وهو نايم ولا كان شاف خناقه ولا شاف اي حاجه. كسروا الباب وعمل له ان هو واخده من كمين وحاطط له مطوه. وهو خده منين اساسا؟ واخده من شقه حماه. من شقه حماه. وعامل محضر بكده ان هم كسروا عليه باب الشقه وخدوه من عنده. هو يقول لك لا ده من كمين وحطوا له مطوه. طيب تاني عايز تتكلم؟ كلمي يا ماما. هو يعني كان جوزي كان ياسر رجب محمد كان نايم وما عملش حاجه، كان واقف في المحل وما عملش حاجه، وراحوا واخدينه وماسكينه ومش عايزين يطلعوه، عاملين له مقاومه السلطات وتكسير البوكس والطوب. طيب يعني برضه قرار انكم يعني قررنا نروح الكنيسه كلنا ال6 عائلات. اصل احنا عملنا شكاوي ما حدش سال علينا. محدش سأل علينا وكلنا هنروح نستنصر في الكنيسه. ده الحل؟ مفيش الا دوت اصلا. طب محدش راضي يسأل عننا بعد ما رستوا نفسهم والثورتين انتهوا. ايه اللي كان بيحصل بقى؟ ضرب واهانه. يعني انا واحده جوزي يتضرب ازاي قدامي من عسكري ولا من مخبر؟ ازاي دي انا وغير التهم. يعني دول بياخدوا 4 في 15 في 15 ازاي؟ عايزين ياخدوا اخواتهم واشغالنا. مين اللي هياكلنا ومين اللي بيشربنا؟ مين اللي هياكلنا ومين اللي هيشربنا؟ ما يبقوا 4 اخوات من بيت واحد ازاي؟ ازاي الاربعه؟ وبعدين التحريات بتاعته غلط. ده كتب واحد فيهم في ليبيا بشهرته بتاريخ بطاقته بكل حاجه في ليبيا. طب ازاي بتاع ليبيا ده هيبقى موجود كده؟ كل والله اللي هم عاملينه ده تلفيق. خليل اخوها في ليبيا اخوك برضه؟ لا في ليبيا. اخوها في ليبيا اللي هو كتبه اسم. طب خليل عبد النبي خلف. ايوه كتب خليل عبد النبي بيقول لك التحريات بتقول ان هو من ضمن الناس اللي كسرت حاطين اسمه وهم اللي عملوا الحريق. ظلم كده. طلبنا النيابه انها تطلع تعاين باب الشقه بتاع حما سلف المكسور، ويجوا يعاينوا المحل اللي كسروه ويشوفوا الضرب اللي ضربوه له، ولا حد سال. النيابه اصلا بتتصل بيه بالتليفون تقول له ده ناس عايزه تيجي تشتكي، ده ناس عايزه تعمل. وده ظلم. يعني لما واحد بقاله شهرين 2 من العيد الصغير وحاطين اسمه ظلم في ظلم كده، يبقى حكومه ايه؟ دي حكومه ظلم. بيظلموا العالم كده، حرام عليهم. حرام عليهم. شويه العيال الصغيره اللي شويه العيال ولعوا كاوتشات كده فكروا زي ايام الثوره. العيال الصغيره
ولعوا امتى؟ ساعة ما كاوتشات كانوا بقى بعديها بقى بعد ما خدوا سلايفي بقى وكلنا مشينا. العيال الصغيره ايه فكروا زي ايام الثوره ولعوا، كتبوا ان هم اللي ولعوا. الرجاله اللي بتاكلوا وبعدين ده كاوتشين اتنين، كاوتشين طب انا اتنين. عايزه رجاله تتكلم بقى لو سمحت. الاستاذ بقى علي اهوت مع حضرتك هيقول لك بقى على اللي حصل له هو. علي حمدي علي حمدي علي شاهين خريج كليه التجاره في جامعه حلوان. ايوه اتفضل بسرعه. انا ساكن هنا في الشارع الرئيسي شارع سعد الزغلول، وقبل الفجر الخميس بربع ساعه كده لقيت الخميس الهون. فجر الخميس اللي فات دوت قبل الفجر بربع ساعه جت حمله ضخمه قدام البيت وقعدوا يخبطوا جامد ويوزعوا الباب، فامي رفضت انها تفتح، فكرت ان في بلطجيه جايين يخش عليها في الشقه يسرقوا الشقه، فقلت لها ما تفتحيش ما دام انت شايفه ان الوضع كده يبقى في حاجات جايه تسرق الشقه. فقلنا نتصل بالشرطه على اساس انها تيجي. هنا الباب ضرب جامد فيها، تلاقي في واحد من المخبرين بيضرب الباب برجليه، كسر الباب واقتحم الشقه علينا. فانا لبست هدومي في ايه يا اخوانا؟ قالوا احنا تعالوا معانا انت عليك 4 احكام. احكام ايه يا اخوانا؟ انا ماليش في اي حاجه دي خالص، لا ليا سجلات في الدوله ولا انا مسجل خاطر ولا بلطجي ولا اي حاجه من دي خالص. انت اساسا ايه يا استاذ علي؟ انا خريج كليه تجاره، خريج جامعه حلوان وشغال في مجال الادويه. ايوه. وماليش اي وبحالنا جامد يعني ماليش مفيش اي انتماءات ولا اي انتماءات ولا اي حاجه خالص، في حالنا تماما يعني. فقلت له طب انت معاك اذن بالتفتيش انك تخش تكسر الباب وتخش البيت؟ قال لي معايا. قلت له طب وريه لي. قال لي لا ما ينفعش اوريه لك. قلت له لا من حقي ان انا اشوف اذن التفتيش انك تخش بيتي وتحاكم علينا كده بالمنظر دوت. قال لي لا. راح شادد القميص قطعه لي وحتى ما لحقتش البس هدومي ومشوني حافي من بيتي لغايه العربيه بركت على الشارع الرئيسي وركبت البوكس. وانا بركب البوكس راحوا زقني زقه جامده، رجليا هنا مزرقه هنا، وانا ممكن اوريها لك كمان دلوقتي لو عايز تشوفها اوريها لك. يا ريت. ماشي انا حتى حضرتك عارف اسم الضابط يعني؟ انا عارف اسمه احمد طلعت. احمد ضياء يعني هو ده دي خبطت العربيه بتاع البوكس. دي خبطت عربيه البوكس هي. وكانت كمان من قيمه يومين ده، هي كانت اكبر من كده كمان يعني. ماشي. وقدمنا شكوى لمدير الامن ولسه ما ردش علينا، وقدمنا شكوى لمفتش الامن العام برضه ما ردش علينا. وبصراحه انا مستغرب يعني 4 احكام وطلعت في نفس اليوم، يعني لو ال4 الاحكام دول فعلا عليا كانوا قعدوني بقى عندهم سنه. طلعت في نفس اليوم؟ طلعت في نفس اليوم. طلع المحامي اتصلت بالمحامي بتاعي وقال لي ال4 احكام دول مش بتوعك خالص، ده تشابه في الاسماء. ايوه. فالمأمور هناك قال لي معلش ده هو تشابه في الاسماء واخره سبيل. طب ده بالنسبه لي. وفتشوا البيت كمان، يعني فتشوا البيت قلبوا المراتب بتاع السرير عندي، وانا ليا 2 اخوات بنات. فتشوا البيت كله ونزلوا هدوم من الدولاب وقلبوا المراتب بتاع السرير وبهدلوا الشقه. وكان في 20,000 جنيه في البيت مش عارف راحوا فين، ما اعرفش هم اللي سرقوهم بقى ولا ايه بالظبط. انا عملت ملف بالاسم ممكن يسرقوا، لو لقوا ده هيشيلوه. ففي بصراحه اجرام. احنا عملت شكوى عملنا شكوى، المحامي بتاعي مقدم شكوى لمدير الامن ولسه ما ردش عليا. لا هو عملنا بلاغ ب 20,000 بس انا خايف ان البلاغ ده يعني يتطبق معاهم، لان ده ضد ضابط وضد امين شرطه وضد معاك رقم الشكوى او لا معيش رقم شكوى، رقم شكوى مع المحامي. طب ممكن تبقى تتصل بيه وتملهولي يعني؟ اتصل بحضرتك. طيب حضرتك يعني قررت معاهم انكم تروحوا الكنيسه؟ لا معلش انا معترض على حاجه زي كده، معلش. لا الموضوع الكنيسه ده احنا مش هو ده الحل لازم الشكوى دي توصل لمدير الامن وتوصل للمحافظ. طب انتوا توصل وزير الداخليه كمان. ايه المشكله؟ ما تبعتوا انتوا؟ ما احنا بعتنا دي احنا بعتنا كتير بس ما فيش رد. حضرتك دلوقتي التلغرافات اللي